مشاهد الحوار الديناميكية. السينما في الأساس هي الحركة، وكون المشاهد السينمائية دايما بتكون جوه كادر محدد وضيق بيفرض علينا الحركة الدايمة عشان المشاهد ما يملش. والطريقة الصح لتفادي الوقوع في فخ الملل هو إنك تخلي الكاميرا أو الممثل أو الاتنين في حالة حركة وقت الحوار. يعني مفتاح المحافظة على حيوية أي مشهد حواري هو إنك تحافظ على حيوية الكادر من الناحية البصرية. إزاي؟ نشوف مع بعض. الانشغال بشيء غير الكلام. في الحياة الواقعية الناس مش بتبص لبعض عادة أثناء الحوار، وإنما بيتكلموا وهما بيعملوا حاجة تانية، إلا طبعا لو كانوا في موقف متطلب الانتباه. وفي السينما لازم برضو نحقق الشكل الواقعي ده عن طريق تحريك الكاميرا ومتابعتها لحركة الممثلين اللي بيكونوا بيعملوا حاجة تانية أثناء الكلام. هنا حركة الكاميرا والممثلين بتزود من واقعية المشهد وكمان بترفع حيويته. الصور من فيلم المصير للأستاذ يوسف شاهين. الحركة ثم التوقف، ده أسلوب تاني لبث الحيوية في الكادر وقت الحوار، وهو إن يمشي الممثل جوه الكادر وبعدين يقف عشان يقول جملة أو يعمل رد فعل ويرجع يمشي مرة تانية. والحركة دي ممكن تكون مثيرة جدا على المستوى البصري لو اتنفذت بشكل كويس، سواء كانت حركة بسيطة زي مثلا حركة شخص بيتفرج على مجموعة صور على حائط، أو حركة معقدة شوية زي شخص بيتابع ولد بيحبي مثلا. وهنا لازم المخرج يختار الحركة المناسبة اللي بتعبر عن المشاعر اللي في المشهد. الصور هنا من فيلم الاختيار برضو للأستاذ يوسف شاهين. الدخول والخروج من الكادر. في الطريقة دي بيدخل الممثل الكادر ويخرج منه أو العكس وسط الحوار والمشهد ماشي بشكل طبيعي، وفي الحالة دي المشهد بيكتسب ديناميكية بتثير فضول المتفرج حوالين سبب الحركة دي. زي المثال ده، خروج هند رستم من الكادر بشكل مفاجئ ثم العودة أيضا بشكل مفاجئ، وبنسميها الشاشة الخاوية. ويمكن يبان ليك إن ده بيقلل حيوية اللقطة، لكن الحقيقة إن اللقطة دي بتكون شديدة الحيوية في خيال المتفرج اللي بيستنى عودة الممثل للكادر. من فيلم باب الحديد برضو للأستاذ شاهين. مشاهد الحوار الجماعي. مشاهد الحوار الجماعي بتسمح بفرص كبيرة للتنويع البصري، لأن الممثلين وقتها بيقدروا ياخدوا أوضاع كتيرة ومتنوعة طبقا لزاوية كل ممثل بالنسبة للكاميرا ووضعه الجسماني والمستوى اللي هو واقف فيه قدام الكاميرا. ده غير إن اللقطات نفسها بتشمل أكتر من تكوين لمجموعة الممثلين. طبعا المشاهد اللي من النوع ده بتبقى عايزة حرص كبير في إخراجها عشان حركة الممثلين ما تقفلش زاوية الرؤية قدام المتفرج على الممثلين الثابتين. وهنلاحظ في الصور هنا برغم حركة الممثل الرئيسي إلا إن جميع الشخصيات بتظهر كاملة بردود أفعالها. الصور من فيلم الناصر صلاح الدين إخراج الأستاذ شاهين. الشخصية الرئيسية. الشخصية الرئيسية في اللقطات الجماعية هي مفتاح إخراج اللقطات دي، لأن الشخصية دي بتساعد على ضبط حركة الكاميرا واللي دايما بتكون ماشية وراها، وبيكون موضع الشخصية دي إما في وسط باقي الشخصيات أو على حرف التكوين. وممكن إن الشخصية الرئيسية تتحرك وسط المجموعة عشان تعرض ردود أفعال المجموعة حول فعل الشخصية الرئيسية، وبكده يضيف كتير من الحيوية على المشهد السينمائي. من فيلم اسكندرية ليه برضو للأستاذ شاهين. اللقطات الرئيسية. من المفيد جدا استخدام الأشكال الهندسية في التخطيط عشان أرتب مجموعة من الممثلين جوه الكادر. فمثلا لو كان في 3 أشخاص في الكادر ممكن أنه يكونوا وقفهم على شكل مثلث، كل ممثل منهم موجود عند رأس المثلث، وفي الحالة دي سهل جدا أني أعكس وضع الكاميرا وبالتالي زاوية اللقطة. وغير المثلث في كمان أشكال تانية ممكن أستعملها زي الشكل الهندسي المعين وحتى الخط المستقيم. وإذا كان الشكل الوهمي لرابط الممثلين هو الخط المستقيم فبيفضل وقتها إن التحرك يبقى قطري
عشان ندي إحساس بالعمق، لأن الوضع الأفقي بيسطح الصورة وبيفقدها عمقها. من فيلم المصير، إخراج الأستاذ شاهين. القطع اللقطات قريبة. بعد اللقطة التأسيسية اللي بتكون في أول المشهد، من الأفضل إننا نقطع لمجموعة لقطات قريبة عشان نخلق تنوع بصري في المشهد، ونقدر نصمم المشهد في الحالة دي على أساس توزيع الحوار على الشخصيات. وفي 3 طرق لتقسيم المجموعة بالشكل ده. الطريقة الأولى، خلق مجموعات أصغر، يعني نقسم المجموعة الأصلية لمجموعات أصغر ونقطع بينهم بالتبادل. فمثلا لو كان في 6 ممثلين نقدر نقسمهم لمجموعتين، كل مجموعة منها 3 أفراد أو 2 و4، وبعدين نرجع للمجموعة الكبيرة مرة تانية. زي المثال ده من فيلم الناصر صلاح الدين، إخراج الأستاذ شاهين. تاني طريقة، القطع على الشخصية الرئيسية، يعني القطع بيتم على شخصية واحدة وبعدين على باقي المجموعة كلهم ناحية تانية. والطريقة دي بتنفع لما تكون الشخصية بتخاطب مجموعة ومسيطرة عليها، زي المشهد ده من فيلم المهاجر. بيبدأ المشهد بلقطة تأسيسية، وبعدين بتتحرك الشخصية الرئيسية باتجاه مجموعة، وبعدين نقطع على وجه الشخصية الرئيسية، وبعدين تتحرك ناحية مجموعة تانية، ونقطع على وش الشخصية الرئيسية مرة تانية، وبعدين نختم القطع على أحد المجموعتين عشان نبين تأثير الشخصية الرئيسية عليهم. الطريقة الثالثة، القطع أو الحركة على كل شخصية منفردة، يعني القطع من شخصية للتانية كل واحدة على حدة. وبتستخدم الطريقة دي لما يكون عدد الشخصيات اللي بتتكلم كبير. وممكن كمان القطع على رد فعل ممثل ساعة لما التاني بيكون بيتكلم. وبتستخدم اللقطات دي كتير في تصوير مشاهد الحفلات أو الاجتماعات أو غيرها، زي المشهد ده من فيلم فجر يوم جديد للأستاذ شاهين. وبنشوف فيه ظهور ل10 شخصيات مختلفة ليهم جمل حوارية بيتحرك بينهم بطلين الفيلم للربط بينهم. وزي المشهد ده اللي استخدمه شاهين في فيلم العصفور، لما بنستمع لخطاب التنحي والقطع على جميع الشخصيات لمشاهدة ردود الفعل للخطاب. إلى اللقاء.